السلام عليكم الإخوة والأخوات الأحرار، تحياتي للجميع. نتمنى الإخوان هذا الفيديو يلقاكم في أحوال جيدة. الخوت، حاليا المغرب في واحد الوضعية اللي هي صعبة. الأغلبية من الشعب المغربي كتعاني. شفنا في السابق بعض الدواوير اللي تم الهدم ديال المنازل ديالهم بدون تعويض. كيهدموا الناس المنازل ديالهم بدون تعويض، كيخليوهم يفرشوا الكرتون في الشوارع بهم، بالأولاد ديالهم، بالوالدين ديالهم. يعني هذا ظلم وحقرة. هاد الأيام الأخيرة شفنا أيضا واحد الدوار أو بضع دواوير بمنطقة المحمدية كتعاني وخرجت للشارع كتحتج كيف ما شفتوا، لسببين. السبب الأول هو أن هاد الناس محرومين من الكهرباء لأكثر من 10 أيام. السبب الثاني هو كيف يعقل لمواطن عايش في ديك الزريبة والدولة ما عطياش لاكارت ناسيونال، يعني بطاقة تعريف، يعني إنسان عايش بدون هوية. وهذا أمر جد صعب. كيف يعقل أن دوار بأكمله تكون عنده مكانة واحدة؟ ومن بين الأسباب اللي خلات هاد الناس يخرجوا للشارع هو حرمان ديالهم من الكهرباء. كيطالبوا بأن كل منزل تكون فيه مكانة ديالو خاصة به، ما يكونش متعلق بواحد دوار بأكمله فقط عنده مكانة واحدة. هذا لا يهم. الطامة الكبرى اللي غادي تخلي أن فعلا الشعب يعني طايب، يعني صافي وصلت به العظم، اللي غادي تخلي أنه يثور أو لا يدير شي حاجة، فهذا من المحتمل عما قريب، ثورة عما قريب. الطامة الكبرى وهو أن الشعب المغربي كيعاني من غلاء الأسعار. قبل ما نتكلموا على غلاء الأسعار غنتكلموا على واحد الجانب آخر. كتشوفوا بأن الشعب دائما يعاني الويلات. كيف يعقل بأن دولة الشعب ديالها يعاني، وكل يوم كنشوفوا واحد الفئة من المواطنين المغاربة كيخرجوا يحتجوا على بعض المشاكل والمعاناة كتعانيها، في حين كنشوفوا هاد الدولة هادي تنظم مناسبات عالمية كأن المواطنين ديالها ما ناقصهم حتى شي خير وكل شي عايش مفتح. آخر مناسبة اللي منظم حاليا المغرب هو هاد كأس العالم للأندية. شفتو غير الافتتاح كيفاش داير؟ عرفتوا بأن راه تخسرت تما أموال طائلة، الزبابل ديال الفلوس تخسرت. كأن الشعب المغربي صافي ما ناقصو خير. يعني صافي هاد الناس مخيرين ما ناقصهم حتى شي حاجة، الدولة موفرة لهم جميع الحقوق ديالهم كأنهم إنسان. في حين هانتوما شفتوا كل يوم كنشوف واحد الفئة من الشعب المغربي كتخرج تحتج وتطالب واحد الحقوق اللي محرومة منها. كيف يعقل أن في سنة 2023 مازال مواطن مغربي الدولة ما معترفاش به، ما عطياش تعريف الهوية؟ كيف يعقل حتى في هذا العصر هذا الناس مازال محرومة من الكهرباء كتضوي بالشمع؟ يعني هاد الشي كامل الخوت. وهانتوما نقطة قبل ما غنرجعوا للغلاء الأسعار، النقطة اللي هي جد مهمة، هاد الشي كامل شفنا. هاد الناس اللي كيخرجوا يحتجوا ويناشدوا في الهالك محمد السادس، كيطالبوا من محمد السادس أنه باش يتدخل دائما بدون استجابة من هذا الملك محمد السادس. هذا علاش الخوت؟ بما أن حاليا الوضع تأزم أكثر وأكثر، المغاربة كيعانيو من غلاء الأسعار، اللي يعني هذا هو النقطة اللي غادي تخلي فعلا تكون ثورة. هو منين تشوف أن بنادم ما قادرش يدخل لولادو ما ياكل، بطاطا غالية، البصلة غالية، مطيشة غالية، الزيت غالي، يعني هادو هما الحاجيات الأساسية باش يدخل لولادو باش يشبعهم في كرشهم. منين توصل أن بنادم ما غاديش يوفر هاد الشي، فكيعطي واحد احتمال كبير باش تكون هناك واحد الثورة. دابا الخوت، كان اي مغربي كيف ما كان حنا كنعرفوا بان راه الاغلبيه تعاني، الاغلبيه حتى لهاد النقطه ديال غلاء الاسعار راه كلشي غياكل. يعني راكم عارفين بان الاغلبيه من الطبقه الفقيره،
الطبقة اللي هي ميسر عليها قليلة، لكن الأغلبية فقير، الكل يعاني. هاد النقطة هادي الخوت اللي بغيت نركز عليها أكتر وأكتر، هو أن شفتو بعينيكم بأن الملك محمد السادس في غياب تام ما عمرو استجب لمتطلبات الشعب. ونقطة اللي هي أخرى بالإضافة في هذا الشيء، نتوما كتشوفوا الملك مختفي بتاتا، ما كاينش، ما كيبانش، فقط الإعلام كيبين الصور ديالو، وبأن راه الملك دار واحد هنأ واحد رئيس دولة أو يعني غير أخبار، لكن باش تشوفوه في أرض الواقع ما كاينش. أخبار اللي كاينة حاليا هو أن راه كيتفطح مع راساتو في الغابون، في واحد الجزيرة، كأن صافي الشعب المغربي صافي راه مخير، ما خصو حتى شي حاجة. هنا باش عرفوا بأن هاد السيد هذا المغاربة بأن ما مسوقش ليكم، وانا عارف بأن الأغلبية صافي وعات بأن محمد السادس غير صالح بتاتا. فالإخوان اللي بغيت نتكلم فيه في هذا الفيديو هذا، شفتوا بأن ما كيتسوقش ليكم، عييتوا المغاربة تناشدوا في الملك محمد السادس باش أنه يحسن من الوضعية ديالكم، عرفتوا بأن ما مسوقش ليكم. يعني الحل من هذا الشيء كامل اللي بغيت نوصل ليه، يعني عرفتوا بأنه هو ما مسوقش ليكم، ما عطيكمش، مخليكم كتعانيو. الحل من هذا الشيء الخوت هو أنكم تخرجوا. حنا عرفنا دابا المشكل فين كاين، هو أن المغاربة كيخرجوا كل فئة كتخرج بوحديتها، فهنا يصعب أنك تجيب النتيجة ديالك أو لا تجيب الحقوق ديالك. دابا باش أن الشعب المغربي يعيش مفتح، لأن عنده واحد البلد غني بالثروات، ميمكنش أي مواطن مغربي تكون عنده ولو ذرة مشكل لأنه كيعيش على واحد الأرض غنية بالثروات. كتعرفوا الفوسفات، جوج ديال البحور، المعادن، الذهب، الفضة إلى غير ذلك، وبزاف ديال المعادن اللي كتسوى الفلوس. دابا الهدف من هذا الشيء الخوت باش أنك تحققوا الحقوق ديالكم، توصلنا ل 20 فبراير من هذا الشهر هذا، أن الشعب المغربي كل واحد متضرر يخرج ويطالب بإسقاط النظام ويهجم على القصور الهلاكية. هذا هو الحل النهائي، المطالبة بإسقاط النظام. كتشوفوا بأن محمد السادس ما عطاكم حتى شي حاجة، بل العكس كيزيد يدمركم. باش أنك تهنى من هذا الشيء وتعيش فيما بعد بواحد، تحس براسك بأنك إنسان وما عندكش معاناة، ومحمد السادس هو اللي داير هذا الشيء. كتشوفوا عيتو تطالبوا فيه، عيتو تناشدوا فيه، ما مسوقش ليكم. فباش تعيشوا بحرية، جميع الحقوق ديالكم كتوفروا عليها، التعليم، الصحة، تمشي تتداوى فابور تلقى، يعني المشكل قرام ديال المشكل ما يبقاش. الحل هو إسقاط النظام. فخرجوا في 20 فبراير، ثوروا في وجه الدكتاتور محمد السادس.